طيب وللي لسه ما يعرفش ده عني، انا واحد عاشق جدا للغه العربيه، وبحب جدا وبستمتع ان انا اتفرج على الاعمال اللي بحبها بالدبلجه العربي على وجه الخصوص، سواء كانت اعمال كرتون او احيانا في بعض الاوقات مسلسلات لايف اكشن، سواء كان تركي او كوري او كده، او بالذات في الفيديو اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده وهي اعمال الانمي. وفي فيديو النهارده جايب لكم 3 انميات ممكن ارشحها لشخص ما شافهاش قبل كده انه يشوفها لاول مره بالدبلجه العربي، من غير ما ينقصوا اي حاجه من المتعه والانغماس جوه اجواء العمل. لاني واحد شفت الاعمال دي كذا مره وبكذا دبلجه، فنوعا ما عندي الفكره ايه اللي ممكن يخلي الاعمال دي ممتعه انك تشوفها بالدبلجه العربي. لكن طبعا زي ما اتعودنا قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك، لان ده فعلا هيساعدنا كتير جدا لقدام. واهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. طيب واول انمي هتكلم معاكم عليه النهارده هو انمي ميجالو بوكس من دبلجه سبيس تون، والثلاث اعمال اللي انا جايبها لكم النهارده من دبلجه سبيس تون. لكن نرجع للكلام عن ميجالو بوكس. حان دورك الآن أيها الرحال. لن أتنحى جانبا، أنا في حاجة إلى كسب بعض المال. ميجالو بوكس واحد من أقرب الأعمال الرياضية لقلبي، لأنه خد رياضة مهمة ومعروفة زي الملاكمة واداها تويست إن أنت بتبتدي بتلاكم بحاجات اسمها تروس أو جير، حاجات بتتركب كده على كتافك أو في جسمك بتجعل البانشز بتاعتك أو القبضات بتاعتك واللكمات بتاعتك أسرع وأقوى. ويعني ده لإيه؟ ده الثيم بتاع الرياضة نوعا ما، وبيتعمل عليها بطولات. البطولة الكبيرة بتاعتها اسمها ميجالونيا، غير انه طبعا بيتعمل كعادة اي رياضة مسابقات اندر جراوند، سوق سودا، حاجات غير قانونية للمقامرة والرهانات والحاجات دي. وفي وسط العالم الغريب ده قصة الانمي بتاعنا بتتتبع بطلنا جو، وهو يعني قصة الاندر دوج اللي كان بيعمل دايما مباريات غير مشروعة لحد ما قابل حد وواجه ظرف معين خلاه يتمرد على السيستم اللي هو كان ماشي بيه ده، ويقرر والحس الرياضي اللي جواه يقرر يتغلب عليه ويقول لا، انا عايز العب مباريات شريفة، انا عايز العب ملاكمة ميجالو بشكل قانوني وبالشكل اللي بيخليني احبه جدا. وبتعدي احداث الموسم الاول على هذا النهج والسياق لحد ما بتبتدي حياة البطل بتاعنا تتخذ منحى ونهج درامي جدا الى ابعد الحدود. يعني في الجزء الثاني ابتدى الانمي ما يبقاش انمي رياضي على قد ما هو انمي عميق للغايه ودرامي لابعد الحدود. كون مستعد نفسيا وانت داخل تتفرج على الجزء الثاني ميجالو بوكس نوماد، او اللي اتسمى على سبيس تون ميجالو بوكس الرحال. طيب وبلا نقاش انمي بالعمق ده وبطريقه سرد الاحداث دي محتاج اختيارات اصوات معينه، ومحتاج طريقه معينه في الالقاء وطريقه معينه في الاداء. بداية من الأداء الممتاز والمقنع جدا للأستاذ رأفت بازو على شخصية جو. يمكن ما كانش ده اختيار الصوت اللي كنت متخيله للأول لشخصية جو، لكن مع الوقت ابتديت أتعود على الشخصية، وابتدى أداء الأستاذ رأفت بازو يقنعني جدا بالشخصية دي، وهي شخصية جو طبعت في دماغي خلاص بصوت الفنان رأفت بازو. وصولا للشخصيات الجانبية بتاعة المسلسل ساتشيو، نامبو والحاجات دي كلها، لكن بالنسبة لي يحصل على المرتبة الأولى وهو الأستاذ مروان فرحات في أداء شخصية يوري. ألم يكن حلمك أن تصبح الأفضل؟ وعدتني بالمواجهة، هيا انهض. اللي يخلي الدبلجة العربي بالنسبة لي هي الاختيار الأمثل لمشاهدة ميجالو بوكس بالدبلجة دي هي حاجتين. أول حاجة الإشراف الفني، تاني حاجة عملية الإعداد. بتكلم على الإشراف الفني من حيث اللاين ديليفري، إزاي المدبلج والممثل الصوتي بيقدر يقنع ويلقي الجملة المكتوبة قدامه، التصديق، الإحساس، طريقة الكلام ذات نفسها، اللهجة، كل حاجة كانت ممتازة ومثالية جدا 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 في الدبلجة العربي من حيث الموضوع ده. لكن تاني وأهم حاجة عجبتني جدا في عمل ميجالو بوكس بالدبلجة العربي على سبيس تون وهي عملية الإعداد. يا الله ثقل الجمل، يا الله روعة اللغة العربية وتقلها وجمالها وانت بتسمعها على حاجات ديب وعميقة وتحتاج قوة ودراما وتأثير. الإعداد، السكريبت، اللغة، التدقيق اللغوي على الممثلين واللغة العربية، الجودة السمعية، كل ما يتعلق بالإعداد والإشراف الفني كان ممتاز جدا في ميجالو بوكس. وتقييمي لدبلجة ميجالو بوكس هو 10 من 10. بداية قوية للفيديو مش كده؟
طيب وتاني عمل هتكلم معاكم عليه النهارده هو وانا جاهز للكومنتات وجاهز للعركه من دلوقتي، وهو انمي بوكو نو هيرو اكاديميا ماي هيرو اكاديمي اكاديميه بطل. عارف سماش بقت الضربه القاضيه، عارف الاسامي المهارات كانت بتتغير، عارف ان في حاجات كتير قوي من حيث التسميه، لكن ما عدا ذلك بوكو نو هيرو دبلجته مثاليه بالعربي. اداء الفنانه مهجة الشيخ كان بيرفكت على شخصيه ميدوريا، اداء الفنان طالب الرفاعي كان اسطوري على شخصيه اول مايت. ابتديت معرفش نوعا ما استمتع بالدبلجه الياباني او الدبلجه الانجليش الممتازين جدا طول ما انا مش سامع اداء الفنان طالب الرفاعي في ودني بشخصيه اول مايت. والآن قولوا لي، هل سمعتم البطل أول مايت من قبل يردد عبارته؟ ستسمعونني الآن. الطاقة القصوى. طبعا وحصلت الطامة الكبرى في شخصية باكوجو، وهي أداء الفنانة أميرة حذيفي اللي كان ممتاز جدا، لكن مشكلة الكوميونتي كله كانت على اختيار النبرة واختيار الصوت اللي كان مش لايق نهائي على شخصية باكوجو. مع تطور الحلقات وتقريبا وصولا للجزء الثالث استلم الدور الفنان أحمد حجازي، اللي خلاني استعجب هو ليه ما عملش الشخصية من أول موسم. نبرة كويسة، أداء كويس، طريقة مقنعة حتى في الكلام. أداء الفنانة أميرة حذيفي كان حلو جدا وكان مقنع وكان يتميز بالحرارة في التمثيل، لكن أداء الفنان أحمد حجازي بالتماشي مع نبرته يخلينا أقول إن ده الاختيار العربي الممتاز واللي كان مفروض يحصل من الأول. وبجد مع أنمي زي بوكو نو هيرو بيتميز بعدد كبير ومهول من الشخصيات، يخلينا أقول إن الإشراف الفني هنا دوره كان صعب للغاية في توزيع الأدوار، إنه يبقى مقنع جدا وما يتميزش بالتكرار الكبير في الأصوات. وحقيقي أنا مش قادر أفتكر شخصية واحدة من كل شخصيات بوكو نو هيرو والعدد الرهيب والمهول من الشخصيات دي، مش قادر أفتكر شخصية واحدة صوتها ما كانش عاجبني. الأساتذة كانوا ممتازين جدا والمعلمين، مثلا أيزاوا، عندك الأبطال زي هوكس وزي انديفر عجبني جدا أداؤه، عيلة انديفر ذات نفسها وعيلة تودوروكي كان ممتاز، اخواتكم ممتازين، دابي كان ممتاز، شيجاراكي كان ممتاز. بجد انا عمال بحاول افتكر واعد في الشخصيات يمكن الاقي شخصيه ما كانتش عجباني. كريشيما كان ممتاز جدا، دينكي كاميناري كان حلو جدا، توكويامي تقريبا استاذ عادل ابو حسون كان خرافي. فلا لو انا اتكلمت في الاختيار اللي فات في ميجالو بوكس عن ان اهم حاجه كانت تخلي العمل ده ناجح جدا بالدبلجه عربي هي اللاين ديليفري وطريقه تأدية الخطوط والجمل، فانمي زي بوكو نو هيرو بالذات اهم حاجه هي توزيع الادوار، لان عدد شخصياته كان كبير جدا جدا جدا، عكس ميجالو بوكس اللي بجزئينه شخصياته كانت تتعدى على صوابع الايد العشرة. وفي الناحيه دي طبعا تتالق الاستاذه مهجة الشيخ اللي بالنسبه لي واحده من افضل المشرفين الفنيين على مدار تاريخ الزهره. وتقييمي لدبلجه بوكو نو هيرو بالعربي هو 9/10، لاني برضو من الناس اللي فصلني شويه اختيار المسميات للضربة القاضية وسماش والحاجات دي كلها. ما عجبنيش شوية الواحد من أجل الجميع والجميع للواحد والكل مش عارف، كان اختيار برضو بعض المسميات غريب جدا، لكن على مدار عملية الإعداد برضو كان ممتازة جدا، وحافظوا على كور القصة، حافظوا على الشخصيات، تتفرج تفهم، تتفرج تستمتع بالأصوات، فبرضو كان اختيار ممتاز جدا من سبيستون دبلجة بوكو نو هيرو. لن أسمح لحثالة مثلك بأن ينال مني. سأريك كما سأفعله بك أيها الوحش القذر. سأريك. لا تقلق علي أيها الجبان، بل قاتلني. ما مشكلتك؟ لماذا؟ ما الذي جرى حتى صرت أطارد الآن شخصا كان دائما خلفي؟ وصلنا لثالث عمل وثالث اختيار، وهو العمل الأقرب إلى قلبي، وهو هانتر إكس هانتر. أنا عايز أقول لكم أنا شفت العمل ده 8 مرات. أيوة شفته 8 مرات، شفته بالياباني، شفته بالإنجليش، شفته بالعربي، شفته بالفرنساوي، شفته بالأسباني. حرفيا شفت هانتر بكل شكل وكل طريقة ممكنة. وعايز أقول إن من أفضل الدبلجات ومن أفضل الطرق اللي ممكن تشوف بيها هانتر إكس هانتر نسخة 2011 هي الدبلجة العربي. الانمي الأكثر شعبية حول العالم. سأهاجم. سأهزمك. الانمي الأكثر تقييما بين عشاقه. لدى البشر قوة لا نعلمها بعد. إنهم مخلوقات مخيفة أكثر مما ظننت. هانتر. ما بك؟ هل أنت خائف؟ أنت مذهول لأنك لا تفهم خدعي. ما رأيك؟ هل أريك مزيدا؟
استسلمي الآن. هنتر. طيب احنا كناس محبين لمركز الزهرة وعاشقين لسبيس تون، بتكلم طبعا على اغلب اللي يمكن بيتجمعوا هنا في القناة، احنا كناس بنحب الزهرة جدا وعاشقين لنجومها وفنانينها، عشنا معاها ذكريات. بالنسبة لي كانت من احسن الحاجات اللي قام بيها المشرف الفني لهانتر وهو الاستاذ مأمون الرفاعي، هو انه نوعا ما قدر يحافظ على الممثلين القدام. وهرجع واقول تاني، لو كنا قلنا في الاختيار اللي فات ان اهم حاجة عملتها الاستاذة مهجة الشيخ في بوكو نو هيرو هو توزيع الادوار، لكن بالنسبة لي أهم حاجة عملها الأستاذ مأمون الرفاعي هو اختيار الشخصيات. مش عارف، يمكن ده يفرق شوية. وطبعا خلونا نتكلم عن الترسانة المهولة من الممثلين واللي ما كنتش توقع نوعا ما الاختيارات دي، لكن برضو يظل الاختيار الأمثل والأقرب إلى قلبي هو أداء الأستاذ مروان فرحات في شخصية هيسوكا. أنا لو كنت قعدت أتخيل لمدة سنة وأدور على مؤدي وممثل يعمل شخصية هيسوكا، عمري ما كنت هتخيل الأستاذ مروان فرحات، وعمري ما كنت هتخيل ان يبقى فيه هيسوكا حلو ومقنع للدرجة دي باللغة العربية. الأستاذ مروان فرحات أبدع في شخصية هيسوكا. يا جهلة، هل تؤدون دور مسؤولي الاختبار؟ سأجاريكم في لعبتكم السخيفة، وسأرى من منكم يستحق أن يصير صيادا محترفا هذه السنة، وسأكون عادلا. وطبعا ممكن اقعد اكلمكم من هنا لحد بكره في الشخصيات اللي اختياراتها عجبتني جدا جدا، لكن برضو خلونا ما ننساش حاجتين او اختيارين او صوتين، وهما الطامه الكبرى اللي لا يمكن تخطيها ابدا. هما شخصيه إيلومي اداء الاستاذ مأمون الرفاعي، وشخصيه فيتن، واعذروني مش فاكر نوعا ما مين الممثله، لكن الاختيارين دول بصراحه من أسوأ ما سمعت في تاريخ مركز الزهرة كله، مش في هانتر بس. لكن غير كده تيجي تتكلم في عملية إعداد مثالية، المحافظة على القصة ومعالم القصة وخط سير الأحداث وتطور الشخصيات والكاركتر ديفلوبمنت بتاعتها وطريقة سرد الأحداث. وبالحديث عن طريقة السرد، الراوي الأستاذ مأمون الرفاعي حرفيا من أجمل ما سمعت في حياتي. هو يتكلم من هنا وأنا أحس براحة نفسية وسلام داخلي من هنا. لو أنه طرح السؤال مباشرة لوصلته الإجابة، فكل شخص وإن كانت خبرته قليلة يمكنه أن يجتاز الطريق، ولكن الشعور بالخوف من الفقدان هو السبب الذي جعل كيلوا بعيدا عن تلك الطريق. تم معاملة هانتر معاملة شبابية جدا من حيث الإعداد، من حيث التغطية، الحجب الفني والتعديل الإلكتروني كان بيرفكت ومثالي جدا والأبعد الحدود في أنمي هانتر إكس هانتر، خصوصا وصولا لأرك النمل وأحجام وأجسام النمل الكاميرا اللي كانت غريبة شوية، طبعا بكلم عن النمل الأنثوي. فلا حرفيا المركز عمل شغل عظيم جدا 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 في التعامل مع هانتر وإيصاله بشكل شبابي. يمكن الدموية شوية كانت في الأول بتتعامل ببعض التقطيعات الغريبة، لكن أنا زي ما قلت لكم كواحد مريت ب9 أو 8 تجارب لهانتر إكس هانتر، ما حسيتش إن الدبلجة العربي كسرت حاجز الدموية، بل وصلته بشكل كان ممتاز جدا، وصولا لأرك النمل اللي كانت الدموية يمكن كلها فيها باينة بشكل كامل، لكن كانت بتتلون بشكل غريب. فكان التعامل مع الموضوع حلو جدا. خفت جدا من أرك النمل، وخفت جدا في التعامل مع مصطلح الوحوش والأكلة للبشر، لكن الحمد لله قدروا يخرجوا منه ويخرجوا من عنق الزجاجة ويعملوا أرك النمل بشكل بيرفكت جدا ومثالي. وتقييم الدبلجة هانتر ككل هو 8 من 10. أيوة 8 من 10، وبنصحك إنك تشوفه لأول مرة بالدبلجة العربي، لكن 8 من 10 دول عشان فقط اختيار شخصية فيتن وإيلومي اللي ما كانوش بيظهروا في أغلب الحلقات، لكن بصراحة ظهورهم كان بيبقى ليه هيبة، وكان لازم يتم التعامل مع اختيار الشخصيات ليهم بشكل أفضل من كده. وتاني حاجة يمكن قللت تقييمي شوية لهانتر وهو انفعالات الأستاذة أمل حويجة في شخصية جون، وبتكلم فقط على انفعالات الصراخ والحاجات اللي كانت محتاجة صوت عالي جدا. كانت الأستاذة أمل حويجة في بداية هانتر كانت بتعملها بشكل كويس، معرفش إيه اللي حصل، وكل الصراخات اللي كانت بعد كده بالنسبة لي لا، ما كانتش على قد المستوى خالص، لكن كانت الدراما بتتعمل كويس قوي، وكانت الحماس والطفولة والضحك والكلام العادي اللي بيبين شخصية جون الأستاذة أمل حويجة عملته بشكل بيرفكت جدا ومثالي لأبعد الحدود. لكن أول ما كان يبتدي جون يجمع طاقته ويصرخ بالشكل اللي احنا عارفينه، بالنسبة لي كانت الأستاذة أمل حويجة
مش قادرة إن هي تكمل بنفس العطاء وقت انفعالات الصراخ. لماذا؟ وحاجة أخيرة، لو انتوا فاكريني نسيت إن أنا أحكي أو أتكلم عن القصة بتاعت بوكو نو هيرو أو عن هانتر، فمعلش اللي مش عارف القصة بتاعت بوكو نو هيرو أو هانتر، هو أنت بتعمل إيه؟ أو أنت مسمي نفسك بتاكل إيه؟ أو بتتفرج على أنمي إزاي لحد دلوقتي وأنت ما تعرفش قصة الأنميين دول؟ لكن هم أعمال كبيرة وطويلة ومكثفة جدا والكلام عنهم يطول جدا، فاستنوا مني مراجعة وشرح البوكو نو هيرو، وطبعا هيبقى فيه ركن مخصص للدبلجة العربي، ونفس الشيء مع هانتر اكس هانتر. بس فيديو طويل. دي كانت كل حاجة عندي أقولها في الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش تسيبوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك لأن ده فعلا هيساعدنا جدا قدام، وهيساعدنا إن احنا نكمل فيديوهات من النوع ده. وما تنسوش أهم حاجة، لا تجعل مشاهدة الأنمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. دي كانت كل حاجة عندي أقولها في الفيديو بتاع النهاردة، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.